أهلا بيكو. كتير مننا بيتردد أو بيخاف يغلط وهو بيحاول يسأل سؤال بالإنجليزي، صح؟ الموضوع ده ممكن يوقفنا عن التواصل خالص. في الشرح ده إحنا هنبسط الحكاية دي على الآخر، وهنشوف إزاي نقدر نكون أي سؤال بثقة ومن غير أي قلق. طيب السؤال اللي دايما بيحير ناس كتير هو إزاي أقدر أسأل أي سؤال بالإنجليزي وأنا واثق من نفسي تماما؟ الإجابة صدقوني أسهل بكتير مما نتخيل. يلا بينا نكتشفها سوا خطوة بخطوة. تمام، يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. الأساس كله يا جماعة قايم على فكرة بسيطة جدا. كل الأسئلة في الإنجليزي بتتقسم لنوعين اتنين بس. لو فهمناهم كل اللي جاي بعد كده هيبقى سهل قوي. بصوا، النوعين دول هما: أول حاجة أسئلة اليس نو، يعني اللي إجابتها بتكون ببساطة أيوة أو لأ. والنوع التاني هو أسئلة الواي questions، ودي اللي بنسأل بيها عن تفاصيل ومعلومات. التفرقة البسيطة دي هي حجر الأساس لكل حاجة هنقولها بعد كده. دلوقتي بقى نيجي للمكون السري، أو نقدر نقول كده المفتاح اللي هيحلنا اللغز ده كله. العنصر ده هو اللي بيخلينا نعرف نكون أغلب الأسئلة بالإنجليزي صح. المكون السري ده هو اللي بنسميه ال auxiliary verb أو الفعل المساعد. بكل بساطة كده هو فعل بيجي يساعد الفعل الأساسي في الجملة علشان يحولها لسؤال. أشهر أمثلة ليه هي أفعال زي do، is، will، وفهم دورهم ده هو أهم خطوة في فعل. طيب بنستخدم الفعل المساعد ده إزاي؟ الموضوع عبارة عن معادلة بسيطة من 3 خطوات عشان نعمل سؤال إجابته أو لأ. بنبدأ بالفعل المساعد، بعديه على طول الفاعل، وفي الآخر الفعل الأساسي. التركيبة دي هنفضل نستخدمها كتير قوي. وهنا بقى بنشوف المعادلة دي وهي بتشتغل. بصوا على الأمثلة. في do you like coffee الفعل المساعد هو do، وفي is he ready هو is. وحتى لما بنتكلم في الماضي زي did they arrive بنلاقي إن التركيبة الأساسية هي ما اتغيرتش. تمام قوي. دلوقتي خلينا نروح للأدوات اللي بتساعدنا نسأل عن تفاصيل أكتر ونطلب معلومات معينة، اللي هي مجموعة كلمات الاستفهام المشهورة. الأدوات دي اللي هي زي what عشان نسأل عن حاجة، where للمكان، when للوقت، why للسبب، who للشخص، وhow للطريقة أو الكيفية. كل كلمة من دول ليها وظيفة محددة بالظبط. طب إيه بقى المثير للاهتمام في الموضوع ده؟ إن معادلة أسئلة الواي هي بالظبط نفس المعادلة اللي لسه متعلمينها. كل اللي بنعمله إننا بنحط أداة الاستفهام دي في الأول خالص، يعني يدوب بنزود خطوة واحدة بس. سهلة مش كده؟ الأمثلة دي بتوضح الفكرة تماماً. في where do you work كل اللي عملناه إننا ضفنا where قبل التركيبة اللي إحنا عارفينها، ونفس الكلام بالظبط في why did she leave. الموضوع عامل زي ما تكون بتبني بالمكعبات، قطعة فوق التانية. تمام جداً. بعد ما عرفنا الأساسيات دي، تعالوا بقى ناخد شوية تكات وقواعد مهمة هتخلينا محترفين أكتر وإحنا بنكون الأسئلة، والأهم هتخلينا نتجنب أشهر الأخطاء اللي ناس كتير بتقع فيها. وهنا بقى في نقطة مهمة جدا جدا، في استثناء لازم ناخد بالنا منه كويس قوي، وده بيحصل مع كلمة هو لما بتكون هي نفسها فاعل الجملة. القاعدة دي بتلخبط ناس كتير فعلا، فركزوا معايا. بصوا الفرق هنا واضح قوي. الصح إننا نقول who broke the window. ليه؟ لأن هو هنا هي اللي عملت الفعل، هي الفاعل، فمش محتاجين فعل مساعد زي did. يعني لازم نتجنب نقول who did break، وده خطأ شائع جدا. غلطة تانية من الغلطات المشهورة جدا ترتيب الكلمات. مهم قوي نفتكر القاعدة، بعد كلمة الاستفهام لازم يجي الفعل المساعد وبعدين الفاعل. يعني الصح هو why are you late مش why you are late. الترتيب ده هو اللي بيقلب الجملة العادية لسؤال. والحاجة الحلوة بقى إن القاعدة دي مرنة جدا وبتشتغل مع كل الأزمنة. يعني الفعل المساعد بيتغير حسب الزمن، بنستخدم do في المضارع، did في الماضي، وwill في المستقبل، لكن التركيبة الأساسية للسؤال بتفضل ثابتة زي ما هي. وهنا في ملحوظة ذهبية ودي لازم نحفظها صم. الفعل اللي بيجي بعد did لازم يكون في المصدر، يعني في شكله الأصلي من غير أي إضافات. منفعش أبداً نقول did you watched؟ لأ، الصح هو did you watch. طبعاً كل القواعد دي بنستخدمها في حياتنا اليومية وشغلنا. أسئلة سريعة زي اللي قدامنا دي بنستخدمها كل يوم، ولو ركزنا هنلاقيها بتطبع نفس القواعد اللي اتعلمناها. أسئلة بسيطة مباشرة وبتنجز. طيب عشان نلم كل اللي قلناه ده ونثبت المعلومة في دماغنا، هنلخص أهم النقط في كام قاعدة ذهبية سهلة وبسيطة. الخلاصة كلها أو الزتونة زي ما بنقول في ال4 قواعد دول.
أولاً عشان تعمل سؤال شقلب مكان الفعل المساعد مع الفعل. ثانياً، لو الجملة أصلاً ما فيهاش فعل مساعد استخدم من عندك do أو does أو did. ثالثاً، لما هو تكون هي الفعل سيبك خالص من الأفعال المساعدة دي. ورابعاً وأخيراً الفعل اللي بعد did دايماً في المصدر. الأربعة دول هم مفتاح السر كله. وبعد كل اللي قلناه ده، السؤال الأهم دلوقتي لينا كلنا هو إيه أول سؤال هنسأله بالإنجليزي؟ يلا نبدأ نطبق القواعد دي من دلوقتي، ومع الوقت والممارسة هنلاقي الموضوع بقى تلقائي تماماً.